بعد مل، يعني انزعج جدا، وصل لمرحله قال لك ذول يكذبون علينا. بعض الذين يتكلمون بالوطنيه وبالشرف وبالاخلاق للاسف الشعب وصل لمرحله يكرههم، واحنا ايضا كصحافه ملينا. اي ملينا كصحافه. هل ترى ان الخطاب الوطني للاعلاميين بالمستوى المطلوب ام ان هناك ملاحظات لدى نقيب الصحفيين؟ يعني وطنيا خلينا نكون واضحين، يعني دخول داعش الارهابي نعم. إلى مدينة الموصل ثم صلاح الدين وبالقرب من الرمادي ثم دخول الرمادي، الفلوجة، ديالى، مشارب بغداد، لم يذهب صحفي عراقي واحد مسجل في نقابتنا ويمد يده إلى داعش أو يعمل مع داعش، ولا صحفي واحد من ما يقرب هذه الآلاف من الصحفيين لم يكون صحفيا عراقيا واحدا أن يكون مع داعش. لاحظ كم سياسي ذهب مع داعش، كثير. لاحظ كم سياسي أخذ مبالغ وأطلق سراح سجناء من داعش كثير من هذه المدينة أو تلك. أنا لا أتكلم عن جهة واحدة. نعم. لكن ليس هناك صحفي واحد مد يده ووضعها مع كثير داعش. من السياسيين تعاملوا مع نعم. مع اسم الارهاب بالضبط. لذلك الآن نحن في نقابة الصحفيين وفي الأسرة الصحفية العراقية أعطينا المجال كافيا للبعض. الآن لدينا الجولة الجديدة هي جولة ليست مهاجمة الفاسدين، وإنما إسقاط هؤلاء الفاسدين والفاشلين وجعلهم يعني لا أقول عبرة للآخرين، وإنما جعلهم أشخاص ضعفاء يتواجدون خلف القضبان. الذي سرقوه ليس بالقليل، والذي أذوا به المواطن ليس بالقليل، والذي أفسدوا به ليس بالقليل. نعم. الآن لدينا كل الوسائل، لدينا أسرة صحفية قوية في العراق، لدينا نقابة قوية، لدينا عمق عربي قوي جدا، لدينا عمق دولي قوي جدا، لدينا محاكم دولية قوية نستطيع الوصول إليها. لا يتوقع أي مسؤول في الدولة العراقية إذا أنه قوي هنا ويؤذي الصحفي أو يقتل الصحفي نسكت عنه أو نتركه. بإمكاننا أن نجلبه فورا لأي محكمة دولية. حتى ذلك الذي يعتقد بأن الجنسية الأجنبية والجنسية الأوروبية تحميه، لن تحميه الجنسية البريطانية، ولم تحميه الجنسية السويدية، ولم تحميه الجنسية الأمريكية. أي جنسية نستطيع أن نجلبه ونضعه خلف القضبان. الآن لو كان القوات الأمريكية متواجدة في بغداد ولديها حصانة من الحكومة العراقية وتقتل صحفي، نحن نستطيع أن نجلبها لتكون أمام القضاء الدولي، حتى وإن كانت أعطت الحكومة العراقية حصانة. لكن الحمد لله ذهبوا وجعلوا أهلنا هم الذين يؤذون أبناء هذه الأسرة الصحفية. لكن الآن الصورة اختلفت، وإن شاء الله لا نجد مسؤولا يتهور كثيرا. لا الحمد لله اكو اخطاء، ولكن ليس على كل حال. سيد الرئيس اروح فاصل. شكرا. مشاهدينا الكرام فاصل اخير ونرجع لكم.